في المركز الرابع معانا فيلم حلو قوي، لاني الصراحة من محبي افلام الكوميدي الرومانسي، بس زود على كده كمان انه كمان موسيقي. الفيلم اللي اخترناه النهاردة هو فيلم ميوزيكا، الفيلم اللي من بطولة رودي مانكوسو، اللي بدأ حياته في صناعة المحتوى سنة 2013 عن طريق اليوتيوب، لحد ما قدر يكون واحد من أشهر صناع المحتوى في العالم، وعنده مليارات المشاهدات في كل المنصات بتاعته. رودي اللي قرر بعد 10 سنين من نجاحاته دي انه يدخل عالم السينما والإنتاج عشان يحكي عن شخصيته، بس بقى مش في شكل افلام سيرة ذاتية او افلام وثائقية، لا، ده على شكل كمان كوميدي رومانسي وخيالي كمان. عشان بقى تبدأ احداث فيلمنا الروعة النهاردة، الفيلم اللي بيتكلم عن رودي، الشاب الجامعي الامريكي اللي من اصول ايطالية من ناحية باباه، ومن اصول برازيلية من ناحية مامته، واللي عايش في نيوجيرسي. رودي مش بيحب في حياته اكتر من الموسيقى والعرايس اللي هي بتاعة المسرح. الاتنين دول هم اهم حاجة في حياة رودي. بس رودي بقى كان عنده مرض غريب ونادر جدا اسمه الحس المرافق، وده عبارة كده عن حالة عصبية بتجيله وتركيز شديد جدا جدا مع الأصوات اللي بيسمعها حواليه. يعني تقدر تقول كده إنه عنده حساسية للصوت، وده كان مخليله عامل له مشاكل كتيرة جدا جدا سواء في دراسته أو في حياته الشخصية. ده غير التوتر وإحساسه إنه شخص مش طبيعي. رودي بعد لما انفصل عن هالي البنت اللي كان بيحبها، بيقابل بقى بعد كده إيزابيلا عن طريق مامته. يا ترى بقى إيزابيلا دي هتعمل ايه في حياته وهتغير في حياته ايه؟ كل ده هتعرفه في أحداث الفيلم الروعة ده. فيلم دراما رومانسي أمريكي من بطولة النجمة الجميلة جدا أن هاثاواي، وهو فيلم ذا ايديا اوف يو. الفيلم اللي بتدور أحداثه حوالين سولين. سولين دي عندها 40 سنة وبتشتغل منسقة فنية في باريس. سولين كل وقتها مكرساه بس لبنتها ايزي اللي عندها 16 سنة وشغلها. بنتها بقى بتحب جدا الموسيقى، وخصوصا فرقة اسمها اوجاست مون، ودي فرقة مشهورة جدا. وبمناسبة عيد ميلاد بنت سولين قررت انها تديها هدية، والهدية دي عبارة عن ايه؟ تذاكر لحفلة للفرقة اللي بتحبها دي. واللي هناك بقى سولين اتقابلت بهايز، وهايز ده مغني في الفرقة، اللي اتبادلوا الاعجاب مع بعض من اول نظرة. بس المشكلة بقى ان هايز ده عنده 24 سنة وسولين دي عندها 40 سنة، ده غير الشهرة بقى والسوشيال ميديا. يا ترى بقى الاعجاب المتبادل ده هيوصل لحد فين؟ كل ده هتعرفه في احداث الفيلم. What is that song? It's nothing, really. I like it. Yeah? Yeah. I didn't know my being happy would piss so many people off. Did I not warn you? People hate happy women. What are you gonna do? في المركز التاني معانا النهاردة اخترنا فيلم كوميدي أكشن بس حلو جدا، من الأفلام المختلفة جدا اللي نزلت الفترة الأخيرة، هو فيلم ثيلما. الفيلم اللي بتدور أحداثه حوالين ثيلما بوست، الست اللي عندها 93 سنة وعايشة لوحدها في لوس أنجلوس، واللي دايما حفيدها داني اللي ملوش أي هدف واضح أبدا في الدنيا بيجي يزورها ويقضي طلباتها. بالرغم ان سيلما قريبة جدا من داني، الا ان هو كانت شايفاه شخص متعالي جدا كده. لحد ما في يوم بيجي لسلمى تليفون من واحد بيقول انه داني وانه اتقبض عليه، وان لازم تبعتله دلوقتي 10,000 دولار. بعد حالة من القلق الكبير اللي حصلت ليها، اكتشفت ان داني اصلا كويس، وان هو مفيهوش اي حاجة من الكلام ده حصل. بعدها بقى عرفت انها تعرضت للنصب، وبقى انها بقى بعتت الفلوس بارادتها، فشايفة ان الشرطة مش هتعمل لها حاجة، لان القانون بقى طبعا ما بيحميش المغفلين. وده اللي خلاها تقرر انها تهرب من غير ما تقول للعيلة بتاعتها عشان ترجع الفلوس بتاعتها بأي طريقة من اللي نصب عليها. يا ترى بقى هتعمل ايه ومين اللي هيساعدها بما ان اصلا كل زمايلها تقريبا ماتوا؟ كل ده هتعرفه في احداث الفيلم الحلو قوي قوي ده. Crazy things. We're old, diminished. The least we can do is take care of each other. She's a tough cookie. When she sets her mind to something, there's no stopping her. My grandson's parked a block away. I don't have much time. You left your grandson in the car? But he's 24. We all have our good days and our bad days. And what's today? We'll find out. Elma! Elma!
اخترنا فيلم اكشن كوميدي من بطولة مميزة جدا لرايان جوسلينج وايميلي بلانت، وهو فيلم ذا فول جاي. الفيلم اللي بتدور احداثه حول مؤدي المخاطرات السينمائية، او زي ما بنسميه في مصر كده الدوبلير، كولت بيفرز، اللي بيشتغل دوبلير لممثل اكشن مشهور اسمه توم رايدر. كولت بتجمع علاقة حب مع المصورة جودي مورينيو، وكولت بقى وهو مرة بيعمل مشهد اكشن في فيلم بيحصل له حادثة بتصيبه بجروح جامدة. بس ما كانش المشكلة هي مشكلة الجروح، انما المشكلة ان الحادثة دي فقدته الثقة في نفسه خالص، وبتخليه يقرر ان هو ينهي حياته المهنية وينهي كمان قصة حبه مع جودي، ويقرر ان هو يبعد عن كل الناس ويروح يشتغل جرسون في مطعم صغير، عشان بعد 18 شهر يجيله مكالمة من منتجة افلام توم رايدر ان جودي خلاص بتعمل اول فيلم من اخراجها ومحتاجاه معاها في الفيلم. قرر على طول ان هو يوافق على امل ان هو يرجع حبه تاني. بس لما بيروح بقى الفيلم ويروح التصوير بيكتشف ان هو واقع في مؤامرة كبيرة قوي. يا ترى بقى ايه هي وايه اللي هيحصل له؟ كل ده هتشوفه في احداث الفيلم الحلو قوي ده. You can't make it. It's too dangerous. Gotta be stairs. What happened to your face? You look terrible. You look amazing. You fall down, you get right back up. How far would you go for the one that you love? I'll buy you a drink when this is over. Engage your core. Let's do it later. Want to go to a beach somewhere? Drink a spicy margarita. Make some bad decisions. Yes. لو عجبتك ترشيحات النهاردة اعمل لايك للفيديو وسيب لنا رأيك في الكومنتات، ولو لسه مش مشترك في القناة اشترك وفعل الجرس واستنى كل جديد. خلص الكلام، سلام.